في الوقت اللي كل قوانين الكورة بتتغير وتتطور مع تغيير التكتيك، نوع اللعيبة والشكل الحديث للعبة، ولكن أقدم حاجة في الرياضة دي وهي شكل الملعب بقاله أكتر من 100 سنة ما اتغيرش. مايكل كوكس الصحفي في الأثليتيك هو اللي بدأ واتكلم عن إزاي نستخدم قوانين الكورة الحديثة في تغيير شكل الملعب. فتعالوا نشوف إزاي شكل ملعب الكورة ده ممكن يتغير على أساس التطور اللي في اللعبة. هبدأ بأشهر حاجة في ملعب الكورة وهي دايرة خط الوسط. ايه لازمتها؟ الدايرة دي بتبعد لعيبة المنافس عن الفرقة اللي بتلعب ضربة البداية أو السنترة. بس هو ليه أصلا احنا في الكورة بنسنتر؟ في الباسكت بول مثلا في رمية بداية ولعيبة الفرقتين بيتنافسوا على الكورة، فمنطقي ان يبقى فيه دايرة خط وسط. لكن احنا في الكورة ما عندناش الكلام ده، فليه ما تبقاش ضربات البداية والسنترة من ضربة المرمى؟ وحتى كده مثلا وقت القرعة اللي قبل الماتش ممكن الفرقة اللي كسبت القرعة تنقي انها تبدأ هي بضربة المرمى لو عايزة تبني هجمة من ورا لقدام، او تنقي ان الفريق المنافس لو مثلا عنده حارس مرمى ما بيلعبش برجله كويس يبدأ هو بضربة المرمى والفرقة التانية تبدأ بضغط عالي بدري بدري. ومن الاخر ده مش هيأثر بالسلب على الكورة خالص، ويمكن جدا يبقى له تأثير ايجابي. فلو مش هنسنتر ونعمل ضربة بداية من نقطة السنتر فبقت الدايرة دي ملهاش أي لازمة. هروح بقى لأضيق منطقة في ملعب الكورة كله وهي قوس الضربة الركنية. القوس ده مش بس ضيق جدا، لا ده كمان في النص في عمود بعلم بيزاول اللعيبة، وكلنا شفنا قبل كده اللعيبة اللي بتيجي تلعب ضربات ركنية بتزق الكورة لآخر منطقة خالص جوه القوس عشان تدي نفسها زاوية أحسن للرفع. طب مضايقينها ليه؟ ما نبحبحها كده وندي الراجل اللي داخل يرفع ده مسافة يرفع كورة حلوة. قبل ما ادخل بقى في اهم تغييرات وهي في منطقة الجزاء لازم نتكلم عن ضربات الجزاء. قانون ضربات الجزاء لما اتعمل زمان كان بيدي اللاعب فرصة 50% انه يسجل هدف، ولكن بالتطور اللي اللعيبة وصلت له ضربات الجزاء وصلت ل 80% اكس جي او اهداف متوقعة، ودي اعلى نسبة فرصة تهديف في الكورة كلها. ولكن مش كل ضربات الجزاء اللي بتتحسب بتكون بسبب إعاقة لهجمة خطر أو هدف محقق. ومش بس كده، ده اللاعب اللي بيشوط ضربة الجزاء ليه فرصة تانية في التسجيل لما الكرة بتترد لو اتصدت، لأن احنا بعدين لعيبة فرقة المنافس وما بنخليهمش يخشوا منطقة الجزاء إلا لما ضربة الجزاء تتشاط. فبصراحة كتير شوية. وعلى الأساس ده فتعالوا نفصص كده منطقة الجزاء. قوس منطقة الجزاء بيبعد لعيبة المنافس 10 ياردات عن الكورة وقت تسديد ضربة الجزاء، ولكن زي ما قلت ده بيدي فرصة للاعب اللي داخل يشوط زيادة عن اللزوم. فيبقى نشيل القوس وبرضه نمنع اللعيبه ده بتاعت الفريق المنافس انها تدخل المنطقه غير لما الكوره تتشاط، ولكن مش لازم يجوا من على بعد 10 ياردات، فعلى الاقل يبقى لهم فرصه ان هم يدافعوا الكوره لو اتردت. على بعد بقى 12 يارده من خط الجون في نقطه ضربه الجزاء. زمان كده في اوائل القرن العشرين كان في خط بيتشاط منه ضربه الجزاء بعرض المنطقه. والله اللاعب اللي عايز يشوط من ناحيه اليمين او اللي عايز يشوط من ناحيه الشمال او عايز يشوط من النص براحته، ولكن ليه ما نعملش قوس يكون كله على بعد 12 ياردة من الجول؟ مبدئيا ده هيخلي فيه تنوع في ضربات الجزاء، لان في شويه ممكن يشوطوا من على اليمين شويه من على الشمال، فهتبقى متهيألي مسليه اكتر. وده كمان هيمنع حركه تبويظ نقطه ضربه الجزاء اللي شفناها حصلت كذا مره قبل كده. فنشيل النقطه. كل بقى الرياضات اللي فيها جون زي الهوكي مثلا ولا الهاندبول منطقة جزائهم على شكل قوس، ولكن في الكورة عندنا الصندوق. الصندوق ده اتعمل عشان تكون المنطقة اللي ممكن حارس المرمى يمسك الكورة فيها بإيده. زمان كان حارس المرمى ممكن يمسك الكورة في أي مكان في نص ملعبه، وطبعا دي المنطقة اللي أي إعاقة فيها أيا كانت بتتحسب ضربة جزاء. المشكلة في شكل المربع ده إن الأركان بتاعته بعيدة جدا عن الجون، فمش منطقي خالص إن لما يحصل إعاقة في مكان بعيد كده عن الجون تتحسب برضه ضربة جزاء. كلنا فاكرين طبعا لمسة اليد اللي اتحسبت على موسى سيسوكو قدام ليفربول في نهائي دوري الأبطال 2019. لا كانت كرة خطر وكانت بعيد جدا على إنها تتحسب ضربة جزاء بفرصة تسجيل 80%. فدلوقتي ممكن يبقى عندنا قوسين في منطقة الجزاء. اول قوس اللي اتكلمت عنه على بعد 12 ياردة وده اللي بيشاط منه ضربات الجزاء اللي نتجت عن اعاقة لهدف محقق او فرصة خطيرة، ويبقى فيه قوس تاني ابعد منه لضربات الجزاء اللي نتجت عن كور مش خطيرة ولا منع لهدف اكيد، ودي سهلة جدا انها تتحسب عن طريق الاكس جي والاهداف المتوقعة. وبكده هيبقى قوس ال 12 ياردة ده فرصة التهديف منه 80% زي العادي، والقوس التاني تبقى فرصة التهديف منه 50%. وده ممكن جدا يخلي قرارات ضربات الجزاء تكون عادلة أكتر من دلوقتي. وبالمرة بقى نلغي مربع الست ياردات. المربع ده اتعمل عشان الحارس يلعب منه ضربة المرمى، ولكن الكورة أكيد مش هتتأثر خالص ويمكن تتحسن لو ضربة المرمى أو ضربة البداية
اتلعبت من اي مكان في قوس منطقة الجزاء، وده هيبقى شكل الملعب بالتغييرات دي. شكله عبيط شوية بصراحة، ولكن ممكن نتعود عليه. ايه رأيكم بقى في الكلام ده؟ مستاهلة يعني نغير كل ملاعب الكورة دي ولا نخلينا زي ما احنا؟ واشوفكم الحلقة الجاية.